يا حلاوتك يا ابن الامريكاني بتبرطع في المدينه الاعلامي عمال يذبح في عجله فاكرها تكيه. طب ادي الشعب اللي غالبا رجلي لقضحيه او حتى سمينه تكون كده متشفيه يا بوليه بربلطج عند الداخليه. يا حلاوتك ومين اللي كاتب كلمات الاغنيه دي؟ انا. انت اللي كاتباها بنفسك؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. ومين اللي ملحن؟ ده لحن قديم بتاع عم اسماعيل في وسط عياله. انت بتحب ابو اسماعيل قوي كده ليه؟ لا بجد انت زعلان منه؟ احبوش خالص؟ احبوش خالص. احبيه بقى مش قادره. انت فعلا كان حصار مدينه الانتاج ده مضايقك ومزعلك؟ اصل انا كنت رايحه. ما انا كتبت الاغنيه ليه؟ كنت رايحه تعملي ايه في مدينه كنت الانتاج؟ رايحه ادي DVD للناس يعني عشان يشتروا الفيلم اللي عندي. بس قابلوني الجماعه بقى وكده. الى اين يا اختي؟ قلت له انا مش اختك يا انا اخواتي مش كده خالص. قلت له انت مالك انت ادخل مكان ما انا عايزه ادخل. خليت مع ناس كان معايا السواق بقى. بس فدخلت بقى. فده الموقف اللي ضايقك فعملت لهم الاغنيه دي. ايوه قلت له انت مين اصلا عشان تسالني انا مين داخله فين ورايحه فين؟ انت مالك انت؟ لو ما فتحتليش دلوقتي هعملك فضيحه قدام المدينه خلص. فخافوا بقى وفتحوا الباب. ودخلوا السرداب. السرداب نفق يعني؟ نفق السرداب يعني نفق. انت ايه رايك في النفق المظلم بتاع البرادعي؟ ايوه البرادعي كل ما يتكلم يقول النفق المظلم النفق المظلم. يعني انت شايفه ان احنا يعني يقصد ايه بالنفق المظلم؟ انت ما سمعتوش خالص لما جاب سيره النفق المظلم؟ ده شكل واحده تسمع البرادعي. انا راضي ذمتك. لا انا كنت فاكرك بتحب البرادعي زينا كلنا يعني. مش بحبه ولا بكرهه يعني ما يعني مش في دماغي يعني ما احب يعني يعني احب واحد مش عارف ما اعرفش عنه حاجه اصلا. ولا بتقروا تويتات على تويتر ولا اي حاجه خالص؟ تويتات اضيع وقت على تويتات للناس. مين السياسي اللي لما بتسمعوه وهو بيتكلم بتقتنعي بالكلام اللي هو بيقوله فعلا؟ ايوه السؤال مش صعب على فكره. مين؟ انا. تمام والله انت بتقتنعي بوجهه نظرك يعني. شايفه ان ده الصح. لكن لما بتسمعي مثلا عمرو موسى والسيد البدوي، ايه الكلام اللي بيتقال ان انت اتجوزت سيد البدوي وخدت منه 3 مليون جنيه؟ يا ريت يا اخويا. فين ده؟ ما شفتش ولا 100,000 جنيه حتى. دي النيل عليا بدر على حظي. 7 صنايع والبخت ضايع. الصوت ولا الغنى والله. يعني ده شكلي واحده انا بالذمه. كنت خدت 3 مليون. ماله شكلك؟ كنت هلبس بادي صيفي في الشتاء يا كفره. يعني مفيش 3 مليون جنيه من سيد البدوي؟ يا عم 3 ايه بس؟ ولا 15 جنيه حتى؟ ولا 15 والله. بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. ربنا مش عايزين حاجه بالدنيا. اهم حاجه الصحه والستر ورضا ولاد ابو اسماعيل عننا. يا فندم الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. ميرسي قوي. شكرا.